انا جمعت 100 رسالة وحشة وحلوة. You are the best YouTuber in the world. شكرا 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 شكرا. عايش اصلا ما تعملش فيديوهات تاني. ليه؟ طب انا نفسي اعرف انت استفدت ايه؟ والله بجد والله بجد يا جماعه. انت مثلا لما تيجي بس تقول لي عايش يا اسطى ما تعملش فيديوهات تاني بقى، يعني مش انت كده حققت الضحك. انا كده مثلا هسمع كلام حضرتك. بجد انت من اكتر الناس اللي بحبهم على السوشيال ميديا كلها، الله يخليك. يعني هي دونا عن جميع الناس على السوشيال ميديا جت قالت لي انت اكتر واحد بحبه في السوشيال ميديا وبتاع. على فكره انت قليل الادب. ليه؟ قليل الادب ليه طيب؟ قليل الادب ازاي يا جماعه؟ هو انا قليل الادب بجد؟ كنت بتاع شباب. هو ايه الادب شباب؟ على فكره انا ممكن حاسس ان هي بتقول مثلا انت قليل الادب على موضوع الشغاله والكلام دوت اعتقد، بس انا اتقبل يا شباب. معاهم حق. لو انا شفتك هعمل نفس الشيء. انا كنت منزل فيديو قبل كده على انستجرام كده اللي هو ستوري، يعني ان الناس لما بتشوفني وكنت بقول عليهم احسن ناس مش عارف ايه، فهو بيقول معاهم حق لو انا شفتك هعمل نفس الشيء. اسالكوا سؤال يعني ما دام السيره كده، لو انت شفتني في الحقيقه هتعمل ايه لو شفتني في الشارع؟ وجماعه والله انا مش قصدي ان انت تقول لي مثلا تصور معاك، ولا انا مش قصدي خالص. على فكره عادي، ده في ناس بتيجي مثلا تشوفني تسلم عليا بس ما تتصورش معايا عادي. هتصور معاك، هضربك، هتضربني، اسالك على رقم الشغاله ماشي، هصوت ليه؟ هتصوتي ليه؟ هعيش معاك، هرقع بالصوت اوكي. هاخد بوسه يا ريت. عشان بقى الايه البنت اللي بتقول قليل الادب اهو بالمره، فاهم ازاي؟ هبوسك ايه يا احمد لو عايز تعرف باسورد اي شبكه. يا جماعه الرساله دي يا جماعه كل شويه بتظهر في فيسبوك وحاجه غريبه مره. مين بيطلع له الرساله المعفنه دي يا اخي؟ الرساله دي تعبت منها وعمري ما دخلت على جوجل وعملت البحث ده. بيقول لك ايه؟ لو عايز تعرف باسورد اي شبكه واي فاي وتسرق منها نت، افتح جوجل واكتب في البحث 44 كي كي. هتدخل اول موقع يظهر لك في البحث، هتحط اسم شبكه هيظهر لك الباسورد 44 كي كي. اضغط هنا للحصول على باسورد اي شبكه واي فاي. يا جماعه ادخل يا جماعه ادوس. والله محتواك رايق، زائد انت شخصيه محبوبه، الله يخليك. شكرا 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 شكرا. هو يعني ايه فقير وغني ومتوسط؟ معلش بتذل الناس يعني ولا هو ايه؟ في ايه؟ انا لما اعمل مثلا فيديوهات عن الفقير والغني والمتوسط انا ليه هذلك؟ كلكم يا شباب انتوا شايفين ان انا بذل بتقلب المواجع على الناس؟ ده اللي هو ليه ازاي يعني؟ انت بتذل الشحات والبخيل والسراق ليه كده؟ لا يا عم انت متكبر مش حوار يعني. محتواك عباره عن اكتب في الكومنتات يا شباب. لا هو مش محتوى عباره عن كده. انا في اللايف طبيعي هتلاقي اكتب في كومنتات شباب. ليه؟ عشان انا بعمل لايف اتفاعل مع الناس اللي معايا. مش عاجبك اطلعي سوري يا شباب، عصبتني شباب سوري. بهزر. فانا شايف يا جماعه ان انا ما بذلش حد، واغلب الناس الحمد لله متفقه معايا ان انا ما بذلش حد. انا بس واخدها باطار كوميدي وقام حبيبي الكل. حبيبي الحاجات الحلوه دي بقى اللي بتعافيني وبتخليني اتبسط صحيح وبتخليني اقدر اكمل صحيح. قديش بكره اسلوبك الخطأ. ليه طيب؟ انا ايه مشكله اسلوبي؟ كل شويه حد يقول لي الجمله دي. ما تشتمش في الفيديوهات. انا فين شتمت فين يا جدعان؟ هو انتوا ليه بحس ان بتتفرجوا على حد غيري؟ انا مشتمش يا شباب، انا مشتم. كلكم بتاع شباب. هل انا اسلوبي وحش؟ بتعلي صوتك كتير، اسلوبك عفوي جدا. شكرا. بالظبط، ما ده انا كنت لسه اقول. انا عفوي يا جماعه. ممكن تيجي تقول لي مثلا اسلوبك وحش عشان بتعلي صوتك كتير. انت ممكن تعلي توطي صوت. هتقول لي يا امن لا انت كده بتزعق، ده كده اسلوب غير حضاري وغير اخلاقي. حبيب قلبي انا في اوضتي. هل انت مثلا لو في اوضتك انا مثلا هكلمك اقول لك انت بتعلي صوتك ليه؟ يالا وطي الصوت بالعقل. انا واعي فاتح لايف وفاتحه في اوضتي، تمام؟ يعني انا تقريبا مستضيفكم عندي، فانا لو عليت صوتي يعني اتشقلبت لحست الارض بيتي يا باشا. انا اللي دافع. انت تيجي تحترم البيت اللي انت قاعد فيه. اعتقد كلام منطقي ولا ايه؟ واجمل يوتيوبر من غير كلام. الله يخليك. عايش يا شباب. دمك ثقيل ليه يا ابني؟ دمي ثقيل يا عم ماشي، هحاول اخففه شويه. برضه يا جماعه كل الناس ليهم اراء وجميعها تحترم ايا يعني كان سلبيه وايجابيه، جميعها تحترم، كلامهم سليم. وهنا محبينك من طرف السعوديه يا جماعه. المعلوميه الحمد لله انا واحد من المصريين الانفلونسرز، يعني مش هقول لك اغلب ولكن عندي فئه كبيره جدا الحمد لله من الدول العربيه كلها وبالذات الخليج. هتقولوا لي اشمعنى؟ هقول لك السبب. عشان انا مثلا في اللايف هنا في الفاظ كتيره انا بقولها سعوديه او خليجيه. الله يقطعك ضف ده الوجه يا عيال يا شباب، كل ده خليج. مقرف ليه يا ابني؟ مقرف ليه مقرف؟ شايفني ببربر؟ عندهم حق، ما انت حلويات بصراحه. نسيت احط عليها علامه دي. دي اراء برضو. لو انت شايفني دم تقيل او شايفني الكومنت ده، دي اراء برضو يا شباب. كلكم يا شباب هل انا ده ولا لا؟ اللهم صل على النبي. لا انت كرنج فشخ. اراء يا شباب، اراء تحترم. ويعني الراي السلبي في الزباله بس برضو ايه نطل عليه طله. لو انت شخص تعمل حاجه معينه وفي ناس بتنتقدك حتى كومنتات سلبيه او مسجات سلبيه، لازم تبص عليها بصه برضو. ما ينفعش تحط كله في الزباله. ليه؟ عشان الناس دي عايشه معاك في الكوكب، ومين عالم يمكن شخص زي ده يتقلب العكس يبقى فان ليك، وهو في الاغلب فان ليك ولكن هو يحب يتوشي شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيفك؟ ان شاء الله بخير. انا عاوز اقول لك شكرا عشان انا بحبك
وشديد ومحمد. ده سوداني ده يا جماعه. انا بحب السودانيين جدا. انا في السعوديه كان في جارنا سوداني، جيراننا اغلبهم سودانيين، ريحتهم تحفه. اغلب السودانيين نفس الريحه. انا مش عارف ايه ده. كلكم يا شباب انا عايز اسال الناس السودانيين اللي عندي في اللايف، هل السودانيين كلهم بيحطوا نفس البرفيوم؟ عشان اغلبهم نفس الريحه. يعني مش قصدي عنصريه والله، ولكن ريحه حلوه، ريحه حلوه. عايز اعرف ايه الريحه دي. بطل تكبر وتريق على الناس، دي قله ذوق مش اي حاجه تجيب لك مشاهدات وخلاص. في ناس بتتاذي من الفيديو عشان فعلا ظروفها صعبه. انت ازاي بتقيم تعليقات الفيس؟ ما اكيد هتطلع زي الزفت، تحسهم مجتمع مخصص للتنمر. يا جماعه فعلا يا جماعه المعلوميه، اغلب الكومنتات السلبيه والمسجات السلبيه من فيسبوك، اغلبها من فيسبوك. اي لاف يو انت اكتر واحد بيضحكني ويبسطني. اي لاف يو. يا حول الله. انا بس عايز اسال سؤال، ليه شخص يدخل يتعب ايده وصوابعه وعضلات ضوافره وتدوس على الايكون بتاعتي وتدوس على الباتن بتاعت المسج وتكتب الكلام ده كله؟ ايه انت فاضي؟ انت فاضي؟ مش عارف يا جماعه. انا حاسس ان انا مثلا لو متضايق من حد عمري ما اخش اضيع من وقتي ده كله عشان اكتب له الكومنت ده. يا بجد انت اكتر حد بيضحكني لما ببقى زعلانه بجد. ربنا يبارك لك وكتر من سلسله بي تي اس. لا بي تي اس زمان بقى. ده بي تي اس ده اصلا يعني اغلب الناس اللي قالت لي هيت كومنتس دول من بي تي اس اصلا. الفيسبوك دايما كومنتاته ملهاش علاقه بالفيديو اصلا، دي حقيقه. هو دين ربنا فيه هزار يا معار. طب استرجل قولها صح. بس دين ربنا فيه هزار ازاي؟ انا عمري ما طريقه على الدين. انا بدمنك حرفيا ونفسي بجد تنزل فيديوهات كتيره تكون طويله على اليوتيوب عشان بحب اتفرج عليك بجد ونفسي اشوفك واتصور معاك. انا في يوم شكرا يا جماعه. نفسي اعرف بتستفاد ايه باللي بتعمله ده. اول مره اشوف سف بطعم السماجه. اهلك لو دخلوا عليك لقوك بتعمل كده هيطلعوا يسفوا عليك بنفس السماجه برضه براحتهم. ايه كميه الكره والغل اللي عندك دي يا ستي؟ براحتهم يفشخوني يعملوا ان انت مالك بقى. نتقبل برضه يا جماعه، نتقبل جميع اراء والمنتقدين واي اي كومنت سلبي لازم تتقبله. طبيعي كده كده هيكون في قصاده كومنت ايجابي، فطبيعي هيجي لك كومنت سلبي. طبيعي لازم نتقبل جميع الاراء. بلوك يا بيه. باظ طبعا باظ. You're the best YouTuber I always watches. If I had seen you I would do the same thing or more. بجد هي بتقول لي اوام انت ألدغ في حرف ليه؟ والله انت ألدغ. بتعرف ليه؟ انا مولود ألدغ صح، ولكن حلتها ازاي؟ امر امير الامراء بر حمار حر الدنيا حر اقول ايه تاني؟ حر. عمر ما في حد ألدغ يعرف يعمل حر دي، مستحيل. وبجد بس فيديوز بتاع لما بتذاكر لاخوك وبتاع انواع المس ده بجد تحفه. كلكم يا شباب ايه احسن فيديوهات بتحبوها لي؟ هو في حد غيري بس اتقل دمه وبصادفه فيديوهاته بتظهر عشان تفقعني؟ اعملي سكرول. يعني الموضوع مش صعب. ريلي بجد بحب الفيديوز بتاعتك قوي، ولما مودي يكون مش احسن حاجه بتفرج عليك بجد. شكرا. يا كان بقالي يومين ما ضحكتش والنهارده اليوم التالت. يعني شفت الباك جراوند البيضه قلت يا لهوي ده فيسبوك شكله ايه؟ هيقول كومنت حلو وهيبل ريقي طلع خرا برضه. يا نهار ايه؟ ده باراجراف. ده باراجراف ده يا رجاله. انت انسان تحفه جدا وانا بحب فيديوهات دي. بقى الناس اللي تستحق انك تشتغل عشانها، تعمل كل حاجه عشانها صحيح. يعني هي قعدت فتره طويله جدا تقعد تكتب عشان بس تفرحني. لا شكرا يا جماعه، شكرا بصراحه. دمك تقيل بجد. معقول تقل الدم ده كله بتاعك لوحدك؟ يا ستي شكرا يا ساره، قفشتك يا ساره، شكرا. لا بالعكس انا بحب طريقتك جدا وبتضحكني وطز في اللي بيقولوا كده واستمر. بحب انا الناس يا شباب ايه اللي تقعد تكتب لي حاجات حلوه كده وتفرحني صحيح. والله خفه الدم نعمه من عند ربنا، بلاش اعتراض على قضاء ربنا. يا اله الا الله يا سيدي. صح انا لازم برضه اشوف موضوع خفه الدم دوت، لازم اشتغل عليه شويه يا شباب. طريقتك وحشه ازاي؟ ده الناس بحب الناس اللي تقعد تخش يتخانقوا معايا على الناس. معلش اصلا الناس اتعودت على الاصطناع وبس، فقليل لما بيلاقوا ناس زيك. الله يخليك. انا مش شايف حاجه تضحك ولا اي بتنجان. اللي بتعمله ده هبل انا صح يا جماعه. انا فعلا ما بضحكش بصراحه يا شباب. ما بضحكش يا شباب بصراحه. صحيح انت تحفه يا وئام، والله محتواك زي العسل. هي الناس المريضه دي دماغهم تعبانه ولا ايه؟ لا عادي دماغهم مش تعبانه. كل واحد اذواق يا جماعه، كل واحد واذواق. مش عارف الناس اللي داخله تضحك بتضحك على ايه. انا شايف قدامي عيل بجد والله ربنا يشفي ان شاء الله يا جماعه. ربنا يشفيني فعلا. انا مصدق فعلا يا جماعه. حقيقي انت احسن واحد الناس تتعامل معاه بحريه عشان بنحسك اخونا. بس انا عن نفسي اقول لك شابوه على كل حاجه انت بتعملها. شكرا. وقلب برتقاني ليه؟ يخرب بيت القلب البرتقاني يا اخي. انا بتعب يا اخي من الناس اللي بتحط القلوب بالوان غريبه كده. هو قلب احمر معروفه. انا مش عامله لك فولو ولا نيله ودمك سم ظاهر لي ليه؟ انا مال اهلي وانا مالي؟ هو انا الجوريزم بتاعت فيسبوك؟ انا مالي يا ست؟ طب استنى نخش على جوجل نساله ظاهر لك ليه. وقام انت طريقتك مش وحشه بس بطل تخرج الناس من الجست. ارحم امي. ده ايام تيك توك بهزر، بس بجد انت عسل وطيب وبتحب المتابعين. شكرا. دمك تقيل قوي. مفيش حاجه تضحك اصلا. صح انا دمي تقيل قوي يا جماعه، ده طبيعي يعني. انا فعلا دمي تقيل عشان انا في دمي كرات دم حمراء كتيره، ما فيهاش كرات دم بيضاء. كرات دم بيضاء خفيفه، فانا مش بيض.
عنده حق فعلا، عشان انت افضل شخص وافضل صانع محتوى. شكرا 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 يا شباب، انت اللي عرفتني ان احنا فعلا ظالمين الخليل كوميدي. انتوا فعلا ظالمين الخليل كوميدي يا شباب. يا عم يعني انت عديت بكل اللي حصل لك من السعوديه لالمانيا لمصر وشفت انتقاد بشكل كبير اهو، والله حصل. انت شخص جميل بجد واحب اشوفك دايما. يا جماعه والله موضوع اكل الحاجه دوت، انا مره كنت في مول سي سنتر الماظه، في واحده جت قالت لي ممكن اتصور معاك وبحبك ومش عارف ايه وبتاع، قلت لها ماشي، اتصورنا وكده. فاحنا ماشيين قالت لي يلا باي باي وسلم لي على طنط جدا. طنط؟ فقلت لها ايه؟ فقالت لي اكل مامتك حلو. اوكي بقى في متابعين لاجل امي. انت بجد مفكر نفسك دمك خفيف؟ هنموت من الضحك. على فكره انت دمك تقيل قوي وما بضحكش خالص. تمام، اللي شايف ان دمي تقيل يا جماعه يروح يشوف دمه خفيف ويتفرج عليه. ماشي، بحبك قوي يا شكرا. وانا كمان بقول لك ايه، ما عنديش تعمل فيديوهات خالص يا سيدي. لو انا ما عملتش فيديوهات انت مشاكلك هتحل؟ لا برضه مشاكلك مش هتحل يا حبيب اخوه. انت حياتك متدربكه على دماغك واهلك فاشخينك واصحابك بيكرهوك، جاي انت تقول لي ما تعملش فيديوهات؟ هو ده يعني اللي هيحلك حياتك؟ يعني استحاله. انت حياتك عمرها ما تتحل يا حبيب اخوه. اكتر حد بحب اتفرج عليه بجد. الله يخليك شكرا. انت احمد موسى بيضحكني عنك. دمك سم. تنفع تكون شخص اللي في لجنه بيلبس نظاره وطلاب مش بيطيقوا خالص؟ يا سيدي انا طول ابقى باربع عيون، يبقى عندي عيون كتير. بجد طريقتك من اكتر الطرق اللي بتخليني اضحك، وعلى الاقل ما فيهاش تطور والفاظ تتقال، وبجد دمك خفيف مش محتاج تبذل مجهود علشان تضحكنا. الله يخليك شكرا. ايوه السيد الرئيس المحترم، قسما بالله العظيم مناشد جميع المحافظات جميع المراكز بانك شخصيه بارده لا تستحق المشاهده، ولكن كان الله في عون المشاهدين. في ايه يا ابني؟ هو في ايه؟ انا عملت لك ايه لكل ده؟ اللي قال انه طريقتك وحشه ده فلاح، لانه مش بيفهم في عفويتك وطيبه قلبك. الله حصل. انا كل ما ابقى مكتئبه ادخل اسمع الفيديوهات بتاعتك. الله يخليك. طريقتك وحشه ايه؟ ده انا بعشق اسلوبك وطريقتك في الكلام وبحب اتفرج عليك وعلى فيديوهاتك جدا. الله يخليك. ما كلكم بتتشباب، كلكم بتتشباب. مين اكتر ابلكيشن باسوأ جمهور؟ متاكد الناس كلها تقول فيسبوك. كان بدي اقول لك انك واحد رائع كتير، وبصراحه انت اكتر واحد يوتيوبر بيضحكني الدرجه هذه. وبس بدي اقول لك كمل طول حياتك. شكرا يا جماعه شكرا. اصلا بحبك قوي ونفسي اقابلك. الله يخليك الله يخليك يا ابني. بطل تصرخ زي يحرق. بس تويتر في ناس بتقول تويتر، ناس كتير بتقول تويتر. وفيسبوك برضو يا جماعه. تويتر وفيسبوك الاثنين صعبين برضو. انا بس بوريكم نبذه عن الهيت كومنتس اللي بتجيلي. بس انا يعني عايز اسال ليه شخص ايا كان يخش يكتب الجمله دي؟ هو مستني ايه يعني؟ كل شباب انك مثير للشفقه. واي ذو يلعن ابو تقل دمك يا رجاله. مش كان في حلو ووحش وهو كله بقى وحش ليه؟ من كتر ما احنا متعودين على الستريمز فبنبقى مستنيين فارغ الصبر. سلامتك. شكرا. بجد كده كميه بيضه والله يا ابني. يا جماعه والله انا بحب البيض، والله بحب البيض الاومليت. الاومليت يا شباب. كن شكشوكه بقى، شويه طماطم على بصل على فلفل، اودي بقى. وكلت مره ايه بيض بالقشطه. اي احبك يا وام انا واخواتي جدا بجد. كمل، انت انسان جميل قوي وناجح وبتسعى انك تبقى احسن نسخه منك، وانا فخوره بيك جدا. شكرا. لما حد مثلا يشتمك انت ليك حق، ولكن انا كوام انا قوي وشايف ان انا اقدر اتحمل هذا الشيء على نفسيتي، فانا هسامح. ربنا بيسامح، انا هسامح. كلنا نتعلم ازاي نحسن للناس. اي نعم انت حقك انك تاخد حقك، الاسلام دين قوي، ترد الكلمه نفس الكلمه وتاخد حقك، ولكن لو تقدر تعفو وعلى نفسيتك انت تتقبل شيء زي كده، اعفو على طول، ولا تشوف نفسك ضعيف اطلاقا. ليه؟ عشان انت في الاصل ليك حق وتقدر تاخده، انت في القدره تقدر. اقل حاجه لو قال لك لو شتمك بالكلمه الفلانيه اشتمه باك عادي خالص. اعتقد في دين الاسلام العين بالعين ده تمام، ده حقك، ده عادي. ولكن الحلاوه والاحسان في الموضوع انك ما تشتمش وتعفو وتحسن في الامر، ده بقى يا جماعه منزله تانية عند ربنا، حاجه تانية. الاقوياء يا جماعه بس اللي يقدروا يعملوا حاجه زي كده. انت دمك كرات سكر مش دم. الله يخليك. افتح بطل دلع، دول شويه صداع. افتح. لما انا قلت عندي صداع بص افتح بطل دلع يا عم. ماشي يا عم ماشي حبيبي. الحاجات دي ممكن تكون سلبيه للبعض، ولكن انا باخدها بايجابيه يعني هو بيحبني، فاهم؟ اي نعم ممكن يكون مش خايف عليا بس هو بيحبني. وقام حرفيا اكتر يوتيوبر بحبه وبيضحكني بجد، وسط زعلي بتفرج عليه. والله يا شباب الكومنتات دي والرسائل دي بحبها مره يا شباب. والله شكرا يا شباب. كل زفت يا عم. ماشي يا عم اكل زفت، انا معاكي والله اكل زفت، انا معاكي. ولكن اكل زفت ازاي؟ قولي لي. امي بتطبخ حلو، اكلها ممتاز، واكل زفت ازاي؟ ممكن لو طبخت انت ما عنديش مانع اكل تمام. اطبخي انت وانا هاكل اكيد زفت، فاهم؟ بس برضه ايه يعني؟ ذنب النعمه ايه؟ طيب ذنب النعمه ايه ان هي جت في ايدك؟ ذنب النعمه ان هي للاسف هتطبخ على ايدك. سبحان الله خفه الدم مش بتشتري مش ماشي. انا اتلخبطت فيها يعني. انت بتقرا ايه؟ ما هو وحشه، واضح ان هي وحشه يا اسطى. الارمي هيفشخوك وانا منهم، انا واصحابي الارمي. ممكن نقفل لك الصفحه دي. نو والارمي اللي في مصر بس حوالي 100 مليون. يا نهار ازرق. الارمي اللي في مصر 100 مليون نسمه. اذا كان مصر كلها مصر كلها ارمي. يا نهار هتفشك يا شباب. تخيل اللي هيحصل فيك. لا
الارض هيفشخني يا شباب. نو 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 لا 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 لا. ايه الهبل ده؟ ايه ده القرف ده؟ روح يا ابني كذا انقلع. انقلع يعني غور في داهيه بس بالسعودي. يا عم ماشي، انا هغور في داهيه. انا اكيد اي مكان انت فيه انا هغور في داهيه منه. شخص زي ده اكيد هغور في داهيه اول ما اشوف وشه. هنقلع طبعا. اقسم بالله ما شفت في رخامتك على حد بجد. هي ايه كميه الهيت كومنتس دي يا جماعه؟ هي مش كان في حلو ووحش؟ ما هو ما دام ما شفتيش في رخامتي اكيد انت عاميه. في ناس رخمين كتير زيي على فكره. احنا على فكره جروب كبير. انت بس او ممكن هي نظرها ضعيف، لابسه نظاره مثلا. لا يبقى انت الدكتور العيون بتاعك وحش. غيريه، نصيحه غيريه. مفيش قصف، هي في البيت وانت اوكي. منزل صور يا جماعه ليا وانا في الساحل، فكنت هاف نيكد تقريبا فوق كده باين. فالمهم هو كان بيتريق على صدري يعني. معلش، كل راجل طبيعي عنده صدر، طبيعي يكون عنده شعر صدر برضه. يمكن انت ما عندكش شعر صدر، I don't know. يمكن انت برضه مش راجل، I don't know برضه. who knows. ايه باراجراف؟ بص دي تجمع. بص انا مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس انا حلمت بيك. اوبا، حلمت بيا ليه بجد ما اعرفش. كنت قاعد في البيت عندنا والمشكله كنت مكسوف قوي. ايه ده؟ ازاي؟ انا فعلا اغلب البيوت اللي بخشها ببقى مكسوف فيها وباصص في الارض حقيقه. وكل ما اجي اكلمك انا او امي، انا مالي بامك، او اي حد في البيت تقول لنا بتبول عليكم، تقول لنا انتوا ما تعرفونيش ولا ايه؟ اكتبوا بس بالسيرش وقام هتيجوا تبوسوني. لا انا مش عايز حد يبوسني بعد اذنك. فقعدت شويه، واول ما بابا جه سلمت عليه ومشيت. انا كنت جاي اتقدم ولا ايه؟ يا ريت ما تنزلش الكلام ده. فضحت اللي جابوها. يا حول الله. انا فاكر اللي بعت الرسايل ديت يا جماعه بنت. يمكن انت عايزه شخص زي ده. يمكن انت عايزه تتجوزي شخص زي ده مثلا. شفتك بالواقع ابشع من اللي في الفيديو. اي you hurt my feelings. I can't sleep right now. بجد مش عارف انام. يا انجلينا جولي. مش عارف يا ملكة جمال العالم. اوه فاروق بيقول محتاجه تركب نظاره. جدع. احسن حاجه فيك انك بترد بالمنطق. بالظبط يا جماعه. نفسي اضحك مره واحده بس على فيديو من فيديوهاتك بجد. لا ولما بشوف الكومنتات بحس ان الغلط من عندي، اللي هو مش الناس بتضحك اهي، امال في ايه؟ ما بالظبط، ما كل الناس بتضحك وانت الوحيد اللي ما بتضحكش. فاكيد في حاجه غلط. يا اما انت شاذ، يا اما انت عندك الايدز، يا اما انت عندك الارتكاريه. فاهم؟ اكيد في مشاكل عندك. يعني حاول تروح لدكتور وتشوف الدنيا ديت ماشيه ازاي، عشان ولا هتعمل ايه؟ ما انت حتى لو رحت للدكتور مش هيعرف يعالجك يعني. هاي وام. So I just want to let you know that I can't type Arabic but I am Egyptian. يا جماعه هي مش عارفه تتكلم عربي بس هي مصريه. So I want to tell you، عايزه تقول لي that I love you so much. I love you، بتحبني واضحه يعني على نفسك. شكرا. ازاي ما بتعرفيش تكتبي عربي وانا اصلا كل حاجتي عربي؟ ماشي. دايما للنجاح اشياء جميله واشياء منبوذه. دول النوع من الاشياء المنبوذه ياما هتشوف وكتير والله. انت بس عديهم اكنهم مطب. اكيد هتلاقي نفسك بتدوسهم وبتنجح اكتر. صحيح. دي ناس مريضه بجد، بس اكيد الاكتريه كلهم بيحبوك يا وام. وبجد ربنا يوفقك ويسعدك في حياتك بجد. شكرا. السلام عليكم. بص حضرتك، احسن واحلى والطف واحد شفته في حياتي، وبيقدم محتوى حلو وبتضحكني كتير. ربنا يسعدك ويسعد اهلك ويدخلك الجنه انت واهلك يا رب. في ايه بالراحه، سيبك منهم. انت احلى حد شفته في حياتي كلها ومش هشوف احلى منك. بجد محتواك جامد قوي. كفو بجد. شكرا والله يا جماعه. شكرا والله. انت في الدم باخدك حقن في الوريد. في ايه؟ تخيلوا يا جماعه لو انا حقنه هبقى عامل ازاي يا اسطى؟ اللي يشتمك انت محتواك جامد فشخ. يا حول الله. بتشتم الناس ليه طيب؟ والله انا فاهم ان انت تحبني بس تشتمش الناس. ايه ده يا عم؟ انت عمهم اقسم بالله. انا فخور ان انت مصري ابن بلدي وبحبك فشخ والله، وانت محترم انك مش بترد. اخد حسنات حسنات ايه؟ بيقول لي خد حسنات كتير قوي وهو ضيع حسناته كلها في اول الكومنت. ما هو برضو في حد يبقى اسمه وام ماله اسمي؟ انا مش فاهم. حد يقول لي ماله اسمي. كلكم يا شباب ايه رايكم في اسمه وام؟ بجد والله انا هسمي ابني في المستقبل على اسمك. قويه دي يا عيال. لازم تعمل فيديو تتنمر بيه على نفسك ليه؟ طب تعالوا نعمل فيديو تتنمر بيه على نفسنا. ايه السماعه اللي انت لابسها دي يا مكبره قرطك قوي؟ انا ايه القرع اللي قد شارع حريتنا ده يا؟ ايه القرع الكبيره مره دي يا عيال؟ ايه الشفايف دي يالا؟
مقشفه كده على طول وحاجه قرف وشنبك. اتق الله اتق الله واحلقه. والله العظيم كميه الشعيرات اللي بتنزل على شفايفك يعني انت يا تسويه يا اما تحلقه. مش معقول المواسير اللي نازله ومناخيرك مالها كده قد برج خليفه ليه كده. عينك لا عينك حلوه بصراحه، عينك حلوه. حواجبك ما فيهاش حاجه حواجبك بصراحه، ولكن ليه يعني ليه؟ لو كانت متلاصقه كانت احلى. وايه مالك مشعر كده ليه؟ لا ايه ايدك مالها فيها شعر ليه كتير قوي؟ اوعى تحسب نفسك ان الشعر ده بعلامات الرجوله. انت راجل انت. ايوه انا راجل بصراحه. انا راجل. هذا اسمه رياء. دي بتقول على لما انا يا جماعه طلعت وعملت استغفار 1000 استغفار، كانت بعتلي عليها بتقول لي هذا اسمه رياء. يا جماعه لا يا جماعه، هو كل واحد ونيته. لو انت نيتك رياء وانت بتفليكس بتقول اهو انا يا جماعه بصلي وبصوم وبعمل ذكر وبتاع، ده صح، نيتك صح، كده رياء كده حرام. اما انا نيتي ان انا مثلا في ناس بتقتدي بيا، وللاسف انا مش عايز الناس تعمل كده بصراحه. انا مش عايز الناس تعمل كده. انا يا جماعه مش قدوه ومحدش يقتدي بيا بعد اذنكم. ولكن في ناس لو شافتني بستغفر وكده وهي معايا في اللايف هتستغفر معايا، هاخد حسنات. ليه ما اخدش حسنات؟ فاهم؟ اللي بعد تتجوزني للاسف يا وام انت بقيت انا بقيت يعني انا زمان ما كنتش كده. طب الحمد لله. انت غبي ياض. يا عم انا غبي انا للاسف يعني للاسف كلنا يعني لازم يكون عندنا بعض من وجزء من الغباء. لازم يا جماعه اي انسان كده طبيعي. فاهم ازاي؟ ولكن غير المعصومين من الخطأ إذا كانوا الأنبياء أو مما اختاره الله يعني. ولكن كل إنسان يجب أن يكون عليه بعض عليه إيه؟ يجب يكون لديه بعض من الغباء الإنساني والحيواني برضه. في ناس حيوانات يعني. ايه ده يا جماعه؟ المسج دي غريبه جدا. انا ما اعرفش ولاد ولا اعرفها ولا اعرف هذا شخص شخصيا. ما اعرفوش. بيقول لي ولادي خط احمر. لا خط احمر، خطين حمر، مليون خط احمر. اتريق على اي حد الا اولادي الخط انا لا اعرفك ولا اعرف ولادك ولا عمري سمعت عن ما شاء الله على رزانك عقلك. صدقني انبهرت متابعتك من زمان وفعلا لاحظت تغيرك للافضل. شكرا. اي لاف يو ام. انا بجد بحبك جدا. اوعى في يوم تفكر انك تستسلم. شكرا يا جماعه. يا اصلا انا بحبك قوي والله وبتفرج عليك على طول وكل الريلز بتاعتي عنك وبحبك قوي واوعى تستسلم. شكرا. الفيديوهات بدات تكون مش حلوه والناس ظهرت على قرفهم. ايه قرف ده بجد؟ قلتها مره وتانيه وقله ادب عشان يعني مشاهدات ولا ايه يعني؟ في انا مت ايه؟ لا وحشه جدا جدا جدا. اكل امي احلى من اكل امك. بس يلا ينعل دمك السم. مش ممكن. مش قادر اكمل 5 ثواني على بعض. ايه ده؟ مش قادر تكملي 5 ثواني؟ طب الحمد لله دي كملت 4 ثواني. طب الحمد لله. يعني انت تقدري تكملي 4 ثواني رضا. ده اهم حاجه عندي. ده انا راجل راضي. انا راجل بستكفى بقليلي. فاهم ازاي؟ ايه يا ظريف يا سكر انت جامد وما فيش منك اتنين. يعني انت دلوقتي انت ده حلو ولا وحش؟ يعني انت شايف نفسك كده مضحك؟ ده وحش. تق انت مهزأ وبتهزق نفسك يا فاشل كتكنيله. والله اديتني طاقه ايجابيه. ده بجد لا مش طاقه سلبيه اطلاقا. والله يا جماعه اداني طاقه ايجابيه ان انا اعمل سكيب. دمك تقيل قوي. اداني طاقه اكتر ان اعمل سكيب. بس الحمد لله خلصنا يا شباب. فاك الحمد لله عدينا من هذا الخرا، عدينا من هذا الطين. الله يقطع ذا الوجه. لا بهزر يا شباب بهزر. طبعا انا انبسطت معكم جدا في المسجات دي يا جماعه.